السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في برنامجكم نجوم ومواهب. النهاردة تزكية جديدة من راعي البرنامج الحاج عدلي أبو شوشة للسادة أعضاء الشورى والشعب، السادة النواب. وجايبين لنا النهاردة ضيفنا مندوب البرنامج بفرع الجيزة الأستاذ والإعلامي محمد الجزاوي. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد. اهلا وسهلا دكتور شريف. يا شرف ليا والله ان انا اتعاون مع حضرتك في هذا البرنامج والله يعني. احنا بنتحايل يا جماعه من زمان على مندوب البرنامج لفرع الجيزه محمد الجزاوي، واخيرا جه النهارده وما يمسكش بانر البرنامج الا الاعلامي ابن من ابناء البرنامج. فالنهارده يعني محمد الجزاوي مجمع شويه معلومات حلوه عن الحاج عدلي ابو شوشه، وهو المتواصل معاه وبيشوفه هيزكي مين. ايه معلوماتك عن الحاج عدلي ابو شوشه يا استاذ محمد؟ الحاج عدلي ابو شوشه يعني انسان متواضع، ربنا يوسع على عبيده. في المقام الاول هو رجل اعمال، ثانيا هو في المقام اللي يهمنا هو انسان خيري، يعني بيسعد انه يساعد اي بني ادم، اي شخص ايا كان، فعلا سواء ابن المنطقه او ابن الدايره. ما بيقفش بصراحه يعني على ما شفت له كتير من اعماله الخيريه. فدي بقت حاجه نادره وملموسه في فعلا وقتنا اللي احنا فيه بصراحه يعني. نعم. الانسان يعمل شيء لوجه الله تعالى بنيه صافيه، بدون اي مقابل، بدون اي انتظار من اي حد. فدي بقت عمله نادره في زماننا بصراحه يعني. فالحاج عدلي ابو شوشه امين شؤون العلاقات الحكوميه بحزب مستقبل وطن، يؤيد ويدعم تحالف الاحزاب في انتخابات مجلس الشيوخ التي ستقام يوم 4 و5 اغسطس المقبل. الله. ويعلن تأييده الكامل للمرشحين. نعم. النائب عبد القادر الجرحي، والدكتوره منى الخشاب، نعم. الاستاذ صالح محمود محمد. نعم. وصراحه يعني ابناء الدايره بيلوحوا عليه اكتر من مره ان هو يرشح نفسه. فعلا ده حقيقه. والبرنامج نشده كذا مره، يمكن انت متابع ده برنامجك طبعا، وانت كمندوب البرنامج متابع البرنامج. ان هو البرنامج زكاه كذا مره، وهو يعني بيقول انا عايز الحزب اللي يجيبني. فهو دلوقتي قدم اوراقه للحزب ومترشح ان شاء الله بامر الله، ومقبول وناجح بامر الله، واحنا في ظهره. والفيوم وخارج الفيوم وقرى ومراكز الفيوم كلهم حابين الحاج عدلي ابو شوشه. هو في الحقيقه ليه شعبيه جامده في الفيوم. ابناء الدائره عنده بيحبوه لان هو صراحه زي ما قلنا هو عمله نادره في الوقت اللي احنا فيه. نعم. راجل خيري وراجل عملي، وربنا يوسع على عبيده. هو امين يا رب. شيء من حد صراحه يعني. امين يا رب. فاحنا اللي بنلح عليه، احنا كابناء دايره الفيوم وسنورس، احنا بنلح عليه اكتر من مره ان هو يرشح نفسه، بس هو بصراحه رافض يعني. مش فاهم انا وجهه بتاعته ايه بصراحه. طيب استاذ محمد الجزاوي، معانا مداخله تليفونيه مفاجاه. لسه بنقول راعي البرنامج الحاج عدلي ابو شوشه، نقول اهلا وسهلا بيك. معاك شريف اليتيم ومحمد الجزاوي مندوب البرنامج زي ما حضرتك مراعي على الشاشه. اهلا وسهلا بك يا فندم. تحياتي للمنصه الكريمه اللي موجوده قدامنا على الشاشه. طب النهارده الاستاذ محمد الجزاوي عايز يقول عليك كلمتين كده اللي هم قالهم في المقدمه، وحضرتك كنت بتقول بعيد عن الشاشه. فبتقول ايه من اللي معاك يا استاذ محمد؟ مساء الخير يا عم الحاج. اهلا وسهلا. منور الدنيا والله. بنورك يا ريس، بنورك والله. انت صيت حضرتك يعني مسمع هنا في القاهره وفي الجيزه فوق الوصف يا ريس. الله يخليك يا استاذ محمد، ما نتحرمش منك ومن ذوقك. الله يسترك. هو في بس سؤال كده يا ريس، هو معلش يعني انت حضرتك ليه مش عايز ترشح نفسك يعني عضويه مجلس الشعب؟ على الرغم يعني ابناء الدايره عندك في الفيوم عند حضرتك يعني كله مقيد حضرتك وكله عايزك تترشح يا ريس. اعمالك الخيريه اللي بتعملها معاهم بصراحه يعني. الله يخليك يا استاذ محمد. انا اول حاجه عضو
ماسك شؤون العلاقات الحكوميه في مركز سنورس في امان السنورس. تمام يا ريس. حزب مستقبل الوطن. تمام. انا راجل ملتزم حزبيا، الحزب نزلني خير وبركه، ما نزلنيش ما ينفعش انزل. يا ريس الشعب هو اللي عايزك يا سياده الريس. طب ما احنا في كذا برنامج يا حاج عدلي، احنا في كذا برنامج نشدنا الحزب وبنناشد الحزب من هنا من منبر نجوم ومواهب انه يقدمك للنواب. والله اللي فيه الخير يقدم ربنا، لو ربنا رايد ان احنا ننزل هننزل. الحزب اللي هينزلنا، ربنا مش رايد يبقى المرحله الجايه. طب ان شاء الله يا ريس احنا في انتظار حضرتك الدوره الجايه. طب انت النهارده شكرا لله. اتفضل يا ريس. انت النهارده بتزكي 3 من المرشحين، تتكلم عنهم تقول ايه وتعرف الساده المشاهدين بيهم. والله احنا بنتكلم كده مبدئيا على الاستاذ، خليك معايا دقيقه واحده. انا معاك على اقل من قادر مهله. الجرح يا فندم. عبد القادر الجرحي. دكتوره منى الخشاب. مرحب بالمهندس عبد القادر الجرحي. والدكتوره منى الخشاب. المهندس عبد القادر الجرحي ده راجل ليه مسيره سياسيه في خدمه المجتمع، تمام؟ وبيخدم جميع المواطنين وما بيتاخرش عن اي حد. نعم. تمام؟ تمام. ثاني حاجه الاستاذه منى الخشاب. نعم. الدكتوره منى الخشاب برضه، الدكتوره دي ما بتتاخرش عن اي مواطن وبتخدم اي مواطن تعرفه او ما تعرفوش، ما بتتاخرش عنه. بارك الله فيهم. الله يخليك الله يخليك. وعندنا كده الاستاذ صالح. برضه الاستاذ صالح محمود برضه ما بتاخرش عن اي حد. ده كل الرجاله دي متواجده في الشارع 24 ساعه، ما بتتاخرش عن خدمه اي مواطن هنا في الفيوم سواء صغير او كبير. واحنا من منبر نجوم ومواهب برعايه راعي البرنامج الحاج عدلي ابو شوشه بنزكيهم برضو، وبنوجه النداء لكل اهالي الفيوم والدائره بامر الله يتقدموا باصواتهم في الانتخابات. احنا برضه بنقول لاهل الفيوم كبير وصغير ان هم ما يتاخروش يوم 4 ويوم 5. تمام. ويرشحوا القائمه الوطنيه اللي هي بتاعت الفيوم كامله. تمام. كل الناس حزب مستقبل الوطن. نعم. تمام. ونقول تحيا مصر ونقول للرئيس احنا وراك وفي ظهرك، كل شعب مصر كله. طبعا يا ريس، طبعا تحيا مصر. في المقام الاول والاخير. كلنا هنا في خدمه الوطن يا ريس. كلنا في خدمه الوطن وفي خدمه الشعب. طبعا. طب حاج عدلي. اتفضل. عندي تاني انادي الساده المسؤولين عن محافظه الفيوم مركز سنورس على مشكله الميه، اتكلمنا فيها بدل المره 2 و3. مشكله الميه مركز سنورس وضواحيه والمناشي العزب كلها ما فيهاش ميه، الناس كلها تعبانه وجو صيف. بنناشد الساده المسؤولين على موضوع مشروع الميه، حصه سنورس من الميه رايحه فين؟ ده اللي احنا بندور عليه. واحنا من هنا من منبر تلفزيون الخليج اليوم وبرنامج نجوم ومواهب بنناشد السيد المحافظ والساده المسؤولين بحل مشاكل مركز سنورس ونواحيها، والبركه في الساده النواب اللي داخلين بامر الله ان شاء الله ليهم دور كبير، وانا متاكد ان هم يحلوا كل مشاكل القرى المجاوره. حاج عدلي معانا؟ ايوه معاك يا ريس، معاك. يعني احنا برضو بننادي وبنناشد من منبر نجوم ومواهب وتلفزيون الخليج اليوم السيد محافظ الفيوم لحل مشاكل مركز سنورس والقرى التابعه له. تمام. بس في اي حاجه معاليك عايز تقولها قبل ما نقفل معاك ونبدا نكمل برنامجنا؟ انت معاك الوقت مفتوح. انت معاك الوقت مفتوح ومعاك 25 دقيقة كمان. كمل البرنامج بتاعك، بس اهم حاجة السادة المواطنين بمحافظة الفيوم تمام يطلعوا يوم 5 و6 تمام يحطوا رأيهم تمام للقائمة الوطنية. بأمر الله، وبرنامجنا على الهوا دلوقتي وبيتعاد الإعادة بكرة الساعة 10 مساء بأمر الله تعالى على تلفزيون الخليج اليوم، تردد 12/6/82.
رأسي. مناسب في اي خطا او نسيان. لا الحمد لله. ماشي ماشي. الحمد لله متأكد ان مفيش اي خطأ ولا اي نسيان. وبرضو احنا بنقول لكل اهالي الفيوم عشان اللي ما تابعش البرنامج النهارده يتابعه بكره الساعه 10 بالليل الاعاده بامر الله على تلفزيون الخليج اليوم. تمام يا فندم تمام يا فندم. هنقفل مع الحاج عدلي ابو شوشه حضرات الساده المشاهدين، وبنشكره على تواصله ومجهوده الكبير لبرنامج نجوم ومواهب والمركز سنورس ومحافظه الفيوم كلها وجميع مراكز الفيوم حقيقي وخارج الفيوم. الحاج عدلي ابو شوشه بيجري على يدنا كراعي البرنامج وعندنا كل المعلومات عنه. نتحول النهارده من برنامج نجوم ومواهب في نفس القضيه اللي احنا فيها بوجود مندوب البرنامج استاذ محمد الجزاوي. استاذ محمد، تعليقاتك انت ايه؟ طبعا احنا كلنا في خدمه الوطن ومن اجل الوطن واحنا جهه اعلاميه كلمه الحق. تعليقاتك ايه عن اللي بيدور في الجهه الانتخابيه والجهه الاعلاميه والتيك توك؟ بالنسبه للجهه الانتخابيه طبعا احنا يعني عندنا القضاء ده خط احمر بالنسبه لنا. نعم. تمام. وشيء يعني بالنسبه لنا يعني وشيء مقدس بالنسبه لنا. نعم. ما فيهاش مناقشه. فاحنا واثقين اصلا في القضاء وواثقين في النتائج مهما تكون هي ايه، مهما تكون احنا توقعاتنا ايه وتطلع النتيجه ايه. نعم. احنا واثقين في القضاء وواثقين في الدوله. نعم. ما فيش الحمد لله ما فيش تزييف، ما فيش غش، ما فيش فكل ده يعني الحمد لله ما فيش منه الكلام ده دلوقتي حقيقة بصراحة يعني. طب والله هو يعني مشكلة متابعينها على التيك توك ووسائل الاجتماع، فهي يعني أسماء حقيقي يعني ما نحبش نذكرها، ولكن بداخلهم نجمة من نجوم مصر وعلم من أعلام مصر، وهي النجمة وفاء عامر داخلة في المشكلة اللي عايز أتكلم فيها. داخلها بقى آخرين غير معروفين، خدت بالك، والنجم المرحوم ونجوم كتير في القضية ديت. انت متابعها ولا مش متابعها على التيك توك؟ يعني مش متابعها بسيط يعني بصراحة يعني. نعم. انا جات لي قريتها بس ما حبيتش ان انا اتابعها بصراحة. طيب انت رأيك ايه في اللي بيحصل اليومين دول واللي احنا شايفينه؟ هنبدأ مشكلة زي دي. تمام. انا لسه بقول دور القضاء وسهل القضاء وسكتنا في القضاء. نعم. تمام. انا مش مستوعب ان الدولة سايبة الناس ديت تخوض في اعراض الناس وفي شرف الناس بدون اي مسؤوليه. لا هو انا اوضح لك بس حاجه عشان انت برضو يمكن بتقول انا مش متابعها كويس. تمام. الدوله مش سايبه الناس تخوض في اعراض الناس زي ما حضرتك قلت، ولكن هو تم القبض على اللي بتدعي انها بنت الرئيس محمد حسني مبارك. بالفعل ده كده هنا الدوله قايمه بدورها. وبامر الله انت لما هتتابع يعني يمكن تخرج من الحلقه او التصوير النهارده هتتابع عشان تتاكد وتعلق وتنشر كاعلامي بمعلومات جيده. فكلنا بنكمل بعض. السوشيال ميديا لازم يبقى لها حدود. نعم. في صلاحيات. انا ما ينفعش اتحدى حدودي واجيب سيره فلان في بيته واجيب سيره زوجته في بيته نعم. واجيب سيره اولاده في بيته وعلى الملأ والسوشيال ميديا. طيب لازم يبقى ليها حدود. كل حاجه ليها حدود. ما مش من حقك ان انت تخوض في بيتي. نعم. كأي شخص. طب انت كمراسل الجيزه لبرنامج نجوم ومواهب، مندوب البرنامج والمسؤول عن البرنامج في محافظه الجيزه، استاذ محمد، يعني زي ما حضرتك كنت اشرت من يومين عايزين في اول برنامج يا دكتور شريف نتكلم عن مشكله الكهرباء والميه في المنيب الجواني والمناطق المحاوطه به. استاذ محمد، يمكن انا متذكر بعض مناطق انت قلتها
ولكن برضو ده منطقتك والمنيب والجيزه دي بلدك، فانت اللي تقدر تتكلم عن الموضوع بشكل جيد لان انت اللي عشت وانت اللي شفت الموضوع ده. تمام. انا هتكلم صراحه، يعني احنا في معاناه، احنا في معاناه حقيقيه، بمعنى انه الكهرباء تقطع في ال3 ايام اكتر من 20 ساعه في اليوم، دي تبقى معاناه حقيقيه. نعم. دي تبقى كارثه. كهرباء وميه ولا كهرباء بس؟ وميه. اكتر من 20 ساعه في اليوم؟ اكتر من 20 ساعه على مدار ال3 على 3 ايام. على 3 ايام، يعني نقول من اول امبارح للنهارده كهرباء قطع اكتر من 20 ساعه، تجيلك في ال 24 ساعه 4 ساعات فقط لا غير. طبعا هي صراحه دي معاناه. نعم. ودي نعم، انا بحب الرئيس ومن مؤيدين الرئيس، وطبعا كلنا في ظهر الرئيس على شيلته برضك تمام. نعم. ما خلفناش معاه في اي شيء. نعم. بس ده تاثير برضك من الناس اللي ورا منه. عشان معنى ان انت تقول لي كهرباء تقطع في منطقه، ومنطقه حساسه ومنطقه تجاريه، معلش يعني مش منطقه ارياف مثلا وسكان. لا انت زي ما شرحت لي انك بتشوف الحريم واخدين اولادهم ان كانوا رجالتهم معاهم او في الشغل وقاعدين مترصصين في كل شارع اكتر من 300 400 اسره قدام البيوت، محدش متحمل اسر وعائلات يعني هي طبيعه اصلا في درجه الحراره اللي احنا فيها يا ريس، معلش يعني. طبعا الكهرباء ما بتقطع مفيش مروحه. مش شغالين المراوح برضك الجو سخن. نعم. فاهم بالك انت لما مراوح تقطع عليها الكهرباء وتقطع عليها ومعاهم اطفال رضع وان كانت موظفه قايمه لشغلها الصبح بدري. ما تقبلوش، معلش يعني انا اسف يعني ده نحسبه تاثير من الدوله. نعم. بدون اي مبالغه، بدون اي. زي ما بنشكر مندوب البرنامج اللي حضر النهارده ولبى الدعوه استاذ الاعلامي محمد الجزاوي، احنا بنشكر في غيابه وهو حاضر معانا على طول رئيس تحرير البرنامج الدكتور الاعلامي دكتور حسين الشريف، والاعلاميه مديره التحرير ومدربه الوجوه الجدد للبرنامج لمياء شكيب، واخر تدريب كان عبد العال محسوب مراسل الشرقيه على ايدين الاعلاميه لمياء شكيب لما طلع في اخر حلقه من كام شهر وقدمها كمذيع مساعد. والكل قال لك ده وائل الابراشي. ما ننساش بقى ان احنا هنقول جاي لك سالي شريف اليتيم، وفعلا بدأت التدريب معاها عملي وان شاء الله قريبا نظري، وقريبا تشوفوا سالي شريف اليتيم على شاشة التلفزيون كمذيع مساعد مع الإعلامية لمياء شكيب وعمها حسين الشريف. أستاذ محمد الجزاوي، النهاردة أنا هسيب لك الكاميرا لبرنامج نجوم ومواهب، دورك كمذيع. هنحول النهارده البرنامج الجميل دوت برعايه الحاج عادله ابو شوشه لورشه اعلاميه. يمكن انت النهارده كمراسل البرنامج ومندوب البرنامج كنت بتراسل تليفونيا وكنت بتراسل بعيد عن الكاميرا. النهارده انت اول يوم ليك قدام الكاميرا، فعايزين نشوفك في الورشه الاعلاميه لعل وعسى. زي ما النهارده المفروض اللي يقدم البرنامج ده الدكتور حسين الشريف اللي هو رئيس التحرير اعتذر، فاستعنا بيك ولحقنا وجيت علشان انت ملم برضو بمعلومات عن الجيزه اكتر مننا وعن الحاج عدلي ابو شوشه لانك متابعه. من حسن حظي يا ريس ان انا اتشرف مع حضرتك والله. ربنا يخليك استاذ محمد. طب استاذ محمد، النهارده سايبين لك الكاميرا بقى وابدا كده اركن ظهرك كده وخد دور المذيع. هتقدم لي تقول ايه وتقدمني ازاي وانت ملم بكل حاجه عني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. برنامجنا برنامج نجوم ومواهب. طبعا مستضيفين استاذنا الكبير الدكتور اللي كلنا بنتعلم منه صراحه يعني، وكلنا تلاميذه في هذا المجال، الدكتور شريف اليتيم.
ذو قامة ذو تاريخ، ما شاء الله بيكافح يعني بالاكتفاء الذاتي، ما فيش ممول ورا منه بالشكل العملي، لا ده هو مكافح وعايز ينجح البرنامج وبالاكتفاء الذاتي وعلى قدر المستطاع. انما هو لو في امكانيات اكثر من كده صراحة هيعمل حاجة كبيرة وحاجة عظيمة. انما هو يعني كفكرة برنامج برضك نجوم ومواهب فكرة جميلة، فكرة ممتازة، ما شاء الله يعني، الله اكبر يعني، بسم الله ما شاء الله يعني عليه. فاحنا بنتشرف بضيافة دكتور شريف اليتيم. وبصراحة انا كان عندي اسئلة كتير ان انا اسألها له، بس يعني هي الكاميرا برضك ليها ده هيبتها طبعا، ليها كده طبعا ليها هيبة. طبعا طول الواحد نسي داخل امتحان ونسي كل شيء. احنا بنشكرك استاذ محمد الجزاوي، وكنت ناجح بدرجة 40%، وجيت في الاخر يعني سقط منك درجتين، يبقى 38% لما هبت الكاميرا. لكن انت من ساعة ما قعدت قدام الكاميرا انت مش هيبها، حتى من اول ما خدت دور المذيع في اول دقايق انت ما كنتش هيبها، ولكن جيت في الثواني الاخيرة وبدأت تهيب الكاميرا، فبرضه دي قوة منك وده شيء منك، لان الكاميرا لها رهبة كبيرة ولها هيبتها، ان كانت الانارة او الاضاءة اللي وراك واللي قدامك، فدي كلها لها هيبة كبيرة. فاحنا من هنا بنهنئ كل اهالي الفيوم وبالاخص مركز سنورس بوجود ابن في محافظة الفيوم زي الحاج عدلي ابو شوشة راعي البرنامج، وهو اللي راعي البرنامج النهارده. وبنقول ان قريبا ان شاء الله والدعوة عامة شبكة الإعلامية أو مشروع الإعلامية سالي محمود أحمد علي السيد أو سالي الجوهري، شهرتها سالي شريف اليتيم، بأمر الله هتكون في قرية الرية رزنة بالزقازيق محافظة الشرقية بأمر الله تعالى. هتكون الدعوة عامة لراعي البرنامج ولكل فريق العمل والقصد كله برئاسة لمياء وحسين. ونقول هنا ما فيناش أنا لا شفنا فن ولا شعر ولا غنى، بس العمل الجيد عدل أبو شوشة خلاه فرض نفسه علينا كلنا. لما هنتفرق نجوم ومواهب هتلمنا. طيب محمد الجزاوي، انت من المثقفين بشكل جيد في كل مجال العلم والأدب، يعني الساحات الأدبية، وانت حضرت العديد من الصالونات والندوات الأدبية بدون ذكر أسماء لا يستحق ذكرهم، لأن الساحة الأدبية النهاردة 90% منها لا يفقهون شيء عن الشعر والأدب. يبقى لما نيجي نقول فلان ما يستحقش إنه اسمه يذكر في منبر برنامج نجوم ومواهب. ولكن عايزين نتكلم عن الساحة الأدبية بشكل عام، بلونها بإمكانياتها باللي بتقدمه، في إفادة ولا لأ؟ في إفادة ولا السؤال كده، في إفادة أو لأ؟ تمام. هي بصراحة للأسف وصلنا لمرحلة من التعليم مش كويسة بصراحة. احنا وصلنا، احنا أصبح ما عندناش ثقافة. نعم. يعني أنا مش عايز أقول احنا ما عندناش بقى إيه، احنا ما عندناش تعليم عشان يبقى عندنا ثقافة. نعم تمام. فأنا عشان أنهض بالثقافة يبقى لازم في أسس، في قواعد. تمام. التعليم. نعم. فين التعليم؟ مع احترامي لحضرتك، فين طيب نعم. فين المدرس اللي احنا كنا بنشوفه مثلا؟ وقت برنامجنا على وشك الانتهاء، وكنا نتمنى ان احنا نقعد معاك اكتر من كده، ولكن بنقول للسادة المشاهدين انتظرونا
كل يوم اثنين الساعة 9 مساء، ولكن هذا البرنامج له إعادة غدا الخميس إن شاء الله 10 مساء. وكان معكم برنامج نجوم ومواهب. شكرا لضيفنا ومندوب البرنامج الإعلامي محمد الجزاوي. شكرا لكل السادة المشاهدين. شكرا لمن وراء الكاميرا المخرج سيد أبو النور وفريق العمل. شكرا لرئيس التحرير ومديرة التحرير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.